السلام عليكم. أنا سالم، مصور وصانع أفلام، ودي مش مهم. المهم إن أنا سالم وأنا محمد اللي رافقنا محمد السليني في رحلته خلال 14 يوم كامل حول المحافظات الجنوبية. طبعا اللي صار أمس والدراما اللي حصلت الكثيرة بعد نشر الفيديو اللي نشره السليني، أنا فعلا تم استغلالي، ولكن ما يرضينيش إن هم يكونوا انضروا من ناحية وقتهم. هذاك الوقت ممكن لو كانوا يشتغلوا ممكن كانوا قاعدين يكسبوا هم في فلوس. وموجات السب والشتم، يعني كافة الأصناف طلعوا نحن يهود، طلعوا نحن سود الله وجهنا، اليمن لا تمثل نحن، ونحن لا نمثل حضرموت، ونحن لا نمثل المكلا، ونحن أبناء المكلا. طيب انتوا سمعتوا من السليني؟ طيب سمعوا مننا. التبريرات على طول طلعت فينا وفينا وفينا. طيب انتوا عارفين ال 14 يوم هذا كيف مرت؟ ايش صار فيها؟ ولا فقط تبريرات بمجرد انه هو مشهور نزل فيديو يقول فيه اللي قاله، خلاص هو الصادق الامين. طيب انتم لا عشتوا ال 14 يوم، لا عشتوا التعب، لا عشتوا الارهاق، لا عشتوا التوتر، النرفزه، ولا عشتوا اي حاجه. على طول تبريرات مليانه مواقع التواصل الاجتماعي. طيب افهموا القصه مننا واعرفوا وبعدين احكموا. وعاونوه ومش حيخليكم تدفعوا حاجة من جيبكم. قلت له باهي، ما هو بالفعل أنا اللي كنت ندفع، وصديقك سالم هذا بالذات ما حطش يده في جيبه أصلا. طبعا تعقيبا على كلمته انه قال ما بيخليكم تدفعون اي حاجة. طبعا بعد اتفاق انه قال انه كل حاجة هو بيدفعها نفسه، الرحال يعني سكنكم، معيشتكم، كل حاجة، وفوق كذا بيعطي نحن اتعابنا. هذا المراكض تروح وترجع على اساس تأشيرة محمد، هذه يعني والله انا حاسس بالاحراج. طبعا ماشي كل شيء بقيمته، يعني جزاك الله خير. محمد ما راح يقصر، تنتهي جولتك ما بيقصر عندك، تعرف رجال كريم، فجزاك الله خير، رجال صادق وامين، جزاكم الله خير. اهل اليمن كلهم اطياب ما شاء الله. اكيد محمد الرجال حاط احتياطا، ما بيجي يعني بتضيفوه يوم يومين، اكيد انه يحتاج انه يدفع حل بترول سيارات اللي بتشيلها فيه، حل اتعابك انت بالنفس، حل الفندق اللي بيسكن فيه او الشقة او يعني لدرجة انه العماني انه كان بغانا نوفر له حماية. يعني تخيل لو انه وفقت وجبت واحد حماية، يعني بيقول لي ليش؟ انا بس اتمنى انت تفرغ نفسك حقه، واذا انت كنت مشغول شوفنا واحد امين وكفء، بس نبغى تأمنوا له رب العالمين الحافظ، بس نبغى يعني تأمين حمايتك يا محمد. رجال مشهور عنده قريب 3 ملايين متابع، فما نبغى يصيب أي مكروه يعني من خطأ بشري أو حد يتهجم عليه. هذا مسؤوليتك حبيب محمد، لو سمحت حط هذا ببالك. أنا عارف اليمن أمان، لكن في قطاع طرق يقول من فترة بسيطة. وكل هذا بتنسيق من العماني، بتنسيق من الأخ ناجي، كان في كل حاجة نتواصل معاه، يقول لي ما عليك يا محمد، وإن شاء الله بإذن الله إنه لو جاء الرحالة كله كامل حق بيدفعه. تواصل عنده، أرجوك. هو أنا أستحي أقول له، بس هو بيدفع أي شيء تبغى بيدفع، وبيعطيك أتعابك أيضا السفر ماله في حال وصوله إلى اليمن. يعني تخيل وفرنا له تنسيق، حماية، مواصلات، سيارة، ما شاء الله زي ما يقول هو أنا نايب الكابتن. يعني أعطيك موقف بس بسيط جدا علشان بس تحجم حجم التعب اللي تعبناه. مشينا يوم السبت الصباح من تريم على طول إلى المهرة، وصلنا الساعة 12 المساء. تخيل حجم التعب. وشيء ثاني إذا ما ذكره السليني، كشخص يسوق مسافة طويلة محتاج مساعد، هو في النهاية جالس في قمرة القيادة، جالس في الكرسي اللي قدام، زي ما ذكرت في أحد التعليقات هو مرتاح، عجبته السيارة. طبعا ما حس بالتعب، لا ساق، لا تحمل مشقة التعب، في النهاية هو نايم في الطريق. تفكروا. وأيضا مثال ثاني، هو تحرك من تريم وسيئون وشباب ووادي دوعن والمكلا والديس الشرقية إلى داخل المهرة، ولا نقطة واحدة وقفتنا احنا. في مثال عندنا يقول ما يحس بالنعمة إلا فاقدها. طبعا هو لا حس بالنعمة ولا حس بالتسهيلات اللي نحن سويناها له من اتصالات مع الأمن القومي، مع النقاط، مع الأمن السياسي. كل هذه الأشياء هو ما كان عارف بها، هذه كلها تنسيقات، وهذه التنسيقات وجبت انه يدفع لها، فيعرفوا ايش يدفع له، مو انه فقط تكفل بالمواصلات والبنزين وسكن الفندق والاكل اللي 3/4 اصلا ضيافة عند اشخاص جاوا عن طريقنا احنا. هذا الرحالة وبغيته تحت حمايتك وبغيتك تنسق له، وأي أتعاب خاصة بيدفعها لك. وأي حد لما يجي معك أو تنسق عبره بيكون فيه له مبلغ تعطيه ضروري حقه. قال في أي رحلة هذا معروف، هو بنفسه قال لي لما جيتنا
عشان نستفهم اكثر من العماني. قلت له دحين كيف بيجلس يعني 15 ل 20 يوم كيف بيكون؟ قال لي يا محمد حق الضيافه 3 ايام، والحمد لله والشكر لله انا وسالم ما قصرنا في ضيافته في المكله، شلناه على يداتنا وعلى كفوف الراحه. يعني مش معقول انتوا شلوها بالمنطق. يعني امس اللي كانوا يتكلمون انه انا بفضي نفسي 14 يوم وسيارتي وسايق ونقفل المحل، لانهم طلعوا في مجموعه من الفيديوهات، مع اني حاولت نغبشهم على قد ما نقدر ونطلعهم من الفيديو ونقصهم على قد ما نقدر، لدرجه ان في واحد من الفيديوهات كامل الغيته اللي هو من مدينه سيئون. اعذروني اهل سيئون، الفيديو كنت حابب اني ننشره ولكن هم طالعين فيه بشكل كبير، وبالتالي اضطريت اني نلغي الفيديو هذا من اساسه. طبعا انت حذفت فيديو سيئون عشان انا كنت شخصيا موجود فيه بكثره. احنا لفينا سوق سيئون ومناطق سيئون، وانا كنت وجه اساسي في اغلب فيديوهاتك، عشان كذا انت حذفته. هذيك الليله نذكرها مشينا كلينا اكل يمني، طبعا حطيت يدي في جيبي بندفع. هذه حاجه عندنا يعني عفويه، يعني ان لما توصل عند الكاسه عشان تخلص انت عاركه على حساب، او حتى لو كنت انت زائر لشخص في مدينته حتحط يدك في جيبك وحتحاول انك تخلص. وما هيش مجامله، هي فعلا انا ما نبيش نكلف حد انه يدفع علي. حطيت يدي في جيبي نبي ندفع، فعلا لقيت روحي انا اللي دفعت. الجماعه ما حاولش انهم يدفعوا. زي ما قلت انت زاير، طبعا السلينه انا لا اعرفك ومحمد لا يعرفك. كان في اتفاق مسبق ما بين محمد وما بينك عن طريق وسيط العماني. انت قلت جيت ان انا زائر، طبعا احنا للعلم اصرينا وبدينا استعدادنا في الدفع من سيئون، لكن انت مع الوقت امتنعت وقلت لا انا ابغى ادفع مصاريفي بنفسي. وايضا بخصوص الشخصين، دائما تقول شخصين، احنا ما الزمناك بشيء. في البدايه احنا اقترحنا عليك ان احنا نجلس كلنا في غرفه واحده، انت حبيت انك تكون لك خصوصيه خاصه، فانت دفعت قيمه غرفه ثانيه سواء كان فيها شخص او شخصين او اكثر. فده الروتين اللي كان اتفاق عليه مسبقا مع الوسيط العماني. الاشخاص هذوما نقدر انا نتعرف عليه غيرهم بكل سهوله، يوروني اليمن ومش لازم انهم يرافقوني. فانا بلعتها وفعلا استمرت الرحله، والشخصين هذوما رافقوني خلال الرحله، والامانه ما قصرش من ناحيه التنسيق. بس اللي ما قصرش اكثر هم معارفهم في المدن اللي مشينا لهم. هذا الكوم اللي فتحوا لنا بيوتهم ولفوا بينا وورونا المدن. هذا الشيء اللي ديما ندير فيه وين ما نمشي. انا زي ما قلت انت، اهل البلاد اللي نحن نسقنا لك معهم ضيفوك في بيوتهم، دخلوك بيوتهم، اكلوك، فلا تحسسنا انك انت دافع قيمه الماء علينا. بلاش دراما بليز. طبعا لما حصلت القصه سبق انه هو ذكرها كامله، طمس بعض الحقيقه اللي اخفاها عنكم. كيت له الباب وقلت له يا اخ محمد دحين عشان نتفق على كل حاجه كامل بغيت باقي الحساب حقي. قال لي شو؟ قلت له باقي الاتفاق اللي اتفقت معك نحن واستاذ ناجي بن حمد الوهابي او الوهيبي. صل على العماني هذا ناجي، قال له اهلين كيفك يا ناجي؟ ايش انت؟ قلت لمحمد تو ناجي يتكلم. قال له غير مطمع فيك اليمني، طلب منك 4 أو 5 ألف دولار، انتوا عطى حقه حسب الاتفاق. وطال بين الكلام، يعني لما يجي قال لي كم بغيت؟ قلت له حسب اللي يدفعون الناس دفع، يعني انا راضي فرحان باللي بيجي منك، قول المبلغ اللي بغيته وانا بغيت بشيل منك نص. قال لي لا تتكلم انت. قلت له خلاص تمام، انا بغيت 1000 دولار منك. وهي طبعا هذا اقل في حقي وحق سالم وحق حتى موتري. ايجار سياره في المحافظات كلها تتنقل، كم سعرها؟ لمدة 14 يوم وسايق تحت أمرك. يعني نتعاقب نحن والأخ سالم في السواقة، يعني ما نحس بقيمة هذا كل الشيء. خلصت الموضوع، يعني أنا كنت ما بغيت نطول الكلام معاه. قلت له خلاص تمام، الله يفتح لك إن شاء الله، يوفقك وتوصل بالسلامة، ما بغش منك، شكرا. وخرجت وقفلت الباب. لدرجة إنه الصباح يعني افتكر إن نحن ما بنشل المطار، جاب صاحب الفندق يدق علينا عشان يقول يلا وصلونا للمطار. يعني مو هو من كرمنا ولا من شيمنا ان احنا بنخليه اخر شيء. لما خرجنا السامان خرج وقال يا محمد دير حالك، طبعا نحن بغيتك تنسى هذا كل اللي صار امس بالليل، وهذا 200 دولار انسى الموضوع. قلت له طبعا هو رمى ال 200 وطرحها عندي قدام في السياره. خرج من السياره ودعته وعطيته شنطته وكل شيء، وقلت له خذ ال 200 هذا والله يفتح لك، وشكرا انا ما بغش منك، يمكن تفيدك في إيطاليا هناك. برضه بخصوص انه زي ما قال احنا ميتين على الفلوس. هو يوم واحد انا نشرت على حسابي الخاص وقفلت الموضوع، بعدها بربع ساعة جاء اتصال
لمحمد من العماني. طبعا بعدين جاء اتصال لعندي دولي من الأخ ناجي، يقول لي كيف هذا عيب يا محمد، هذا موش تمام، عاملين تحطونه تسبون. قلت له نحن ما سبينا ولا شيء، دامك انت ما قدرت تجيب حقنا نحن بنقدر بطرقنا بنجيب حقنا، وخله هو نفسه يتكلم، انت تتكلم نيابة عنه. لما قلت له هذا الشيء طبعا لقالي حضر ورسل لي رسالة وقال انا راح اشتكي بك عند الاخ المحافظ، انا نعرفه وصديق لي وعزيز. طبعا هو كتب على الحساب حق سالم قال من الاخ مبارك مبخوت، يعني دري انه حتى المحافظ غلط في اسمه. لما رفض السليني انه يدفع تواصلت مع العماني عشان انه يكون حل وسيط، لانه هو قال نبى اكون حل وسط بينك وبين السليني. قلت له خلاص تمام، واتصل علي قال لي ابشر يا محمد، لو انه رفض يدفع لك اي تكاليف انا بتحمل قيمة التكاليف كاملة وبحولها لك. قلت له تمام. طيب بعدها باسبوع رد علي قال محمد ما راح يدفع لك ولا فلس ولا ريال واحد، وانا مش معقول ان انا صاحب انسان صاحب اسره وصاحب عيال انه بدفع من جيبي الخاص. رسل لي رساله قال انا حسيت بالذنب، حتى لو انا حسيت بالذنب بنسبه 1% انا لابد ان بعطيكم ال 500 بدون ما نكلمه في اي حاجه. ورسلها لي استلمتها. نتفاجئ انه بعدين نزل هذا الفيديو. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاكم أهل اليمن هم ألين أفئدة وأرق قلوبا. طبعا نحن كضيف يجي عندنا كزائر كسائح شيء نشوفه عيب علينا ان احنا نتكلم في امور ماليه. كان في بالنا انه اتفاق مسبقا كان بين الاخ محمد وما بين السليني وما بين العماني، اللي صار سوء فهم، بس الى الان نحن مش عارفين العماني والسليني هل لاعبينها على بعض، لانه الاثنين مسوي لي نحن حظر، انا السليني مسوي لي حظر والعماني مسوي لي الاخ محمد حظر، فلا العماني يبغى يدفع ولا السليني يبغى يدفع.